تصريح خطير من مدرب صن داونز ميغيل كارتوزو يفاجئ به النادي الأهلي بعد تعادله مع صن داونز، ويسخر من بيراميدز بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل النادي الأهلي سلبيا مع صن داونز في المباراة التي أقيمت في بريتوريا بجنوب أفريقيا في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، فقد صرح مدرب صن داونز ميغيل كارتوزو وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة مباشرة، وقال: لقد فاجأني مدرب الأهلي مارسيل كولر بطريقة لعبه وتشكيله قبل هذه المباراة، ولقد شكل النادي الأهلي خطورة كبيرة على مرمانا وأضاع العديد من الفرص، وخاصة كرة جارديشار التي اصطدمت في القائم الأيسر. فالأهلي هو النادي الأهلي، لا يتغير أبدا، ودائما يلعب على البطولات والفوز دائما بالرغم من تذبذب أداء هذا الموسم، وخاصة في بطولة الدوري المصري. فالأهلي لا يعرف المستحيل أبدا، ولا أندهش أن هذا النادي فاز ب12 بطولة في بطولة إفريقيا. فدائما شخصية النادي الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة، مثل ما حصل أمامنا في مباراة اليوم في بريتوريا. وأعتقد أن مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية، وخاصة في حضور 50 أو 60 ألف متفرج في ملعب القاهرة. فأنا لا كنت أتمنى مواجهة النادي الأهلي، وكنت أتمنى مواجهة أورلاندو أو بيراميدز، فنحن واجهنا بيراميدز من قبل، فهو ليس النادي الأهلي، ولا يمتلك جماهير ولا شخصية مثل لاعبي النادي الأهلي. فأنا مدرب غير محظوظ إطلاقا، لأنني واجهت النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في العام الماضي مع الترجي، وللأسف الشديد الأهلي توج على حسابنا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأتمنى أن أخرج بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.